السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب وانا بكلمكم تبقوا في احسن حال واحسن صحة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جميل قوي واكلة حلوة قوي، بس يا خسارة والله العظيم الورق ده كنا يعني ناخده كده ببلاش. فاجئت بجوزي عشان انا تعبانة بعيد عنكم، شايلة ضرسي من ساعة ما جيت من السفر وانا مقضيها تعب. الحمد لله على كل حال. نصلي الاول كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بقول لجوزي كده كان جايب لي خس، يعني خستين، فقلت له بدل ما نرمي الورق نحشيه كده النهارده. عندي شويه شوربه وكده، الست الشاطره بقى اللي تقف جنب جوزها في الايام الصعبه اللي احنا عايشينها دي. فقلت له ايه، نجيب ورقتين ايه لفت. كنا بنشحتهم كده من الراجل، يعني يا اما اشتري يا اما اقول له عايزه ورقتين من على العربيه يدينا. اتفاجئ ان هو يقول لي الحزمه بجنيه. مش مشكله، والجنيه ما بيجيبش حاجه، الحزمه الواحده اللي هي زي دي كده يا حبايبي اهي جاب لي اتنين. انا كنت بقول له ورقتين على ورق الخس، والله كنت بناخده كده، بناخده من غير فلوس، حتى الورق بتاع اللفت بقى يتباع. فجاب لي اتنين اهم. قلت احشيهم بقى، حماتي اللي معلماني الورق ده. هوريكم دلوقتي هنعمل فيه ايه، وهعمل معاكم المحشي النهارده ان شاء الله. يا رب بقى اللي بيتفرجوا عليا النهارده في الفيديو ده انا مش مجمعه خالص، تعبانه. اللي متابعني ما ينسنيش باللايك الجميل بتاعكم، ويا ريت اللي مش مشترك يعمل لي اشتراك. معلش اعذروني انا تعبانه والله، شايله ضرسي وعندي ضرس التاني برضو متدمر خالص، لسه هروح النهارده تاني. الحمد لله ساعة ما جيت وانا تعبانه من السفر. فهنعمل مع بعض النهارده، هنشوف هنعمل ايه كده، خليكم معايا كده يا حبايبي. بقى انا ماليش في التصوير قوي يعني، كل حاجه دلوقتي ما تترميش، كل حاجه حتى القش دوت هستغله وهنشفه وهوريكم هنعمل بيه ايه تاني. مفيش حاجه بتترمي دلوقتي خالص في الغلا ده. بصوا، كنت بروح بقى الاول ايه، اجيب مثلا اللفت دوت. لو انا بقى كنت انا بقى ننصح من جوزي شويه، كنت هشتري بقى ده الكيلو ب2.5، كان معرفش دلوقتي بقى بكام. كنت بنقي الورقه بس الخضراء اللي زي دي كده اهي كده. كنت اشتريت مثلا 2 كيلو لفت بقى ب5 جنيه، يبقى استفدت باللفت هو يعني غلبان. الراجل قاله بيتباع، لسه جايباه الاسبوع اللي فات، وكنت مصوره معاكم ازاي يعني تجيبوه وتعملوه. بس انا ما شلتش عشان ما كانش الورق كتير، كنت بشيله برضو. بنقي الورقه الحلوه طبعا، الاصفر ده كله مش هينفع. وقال لي خدي اللي انت عايزه تاخديه، كتر خيره برضو، شافني تعبانه بيجيب اهو. مش لازم بقى نقول له انت ما اشتريتش ليه، كان احسن من كده اهو. نقطع الورق مع بعض كده عشان ما اطولش عليكم، ونقوم نسبك بقى، بيبقى جميل قوي. حماتي ايه اللي معلماني الطريقه. انا عايزاكم كده تدعموني بالاشتراك وتعملوا لي لايك وكومنت حلو كده، ها، عشان تدوني يعني نفسي ان انا اشتغل في القناه، احس ان هي القناه دي يعني اتقدمت شويه اهي. بصوا الورق جميل ازاي، بالذات اللي هو اخضر قوي من جوه ده. عشان ما اطولش عليكم هخلصه بالشكل ده كده وارجع اوريكم التسبيكه وهنعمل ايه تاني. لكم تاني يا حبايبي، ومعانا سمنه وزيت على النار، ونحط البصل. معانا كميه بصل حلوه اهي محترمه عشان ما اطولش عليكم. طبعا هنشوحها كده وما تصفر معانا. عايزه اقول لكم والله ده انا حاجزه ميعاد عند الدكتور عشان سناني بعمل وانا تعبانه والله. الحمد لله اهي. ومعايا هنا كميه ثوم، يعني على فلفل اخضر رومي، على فلفل اللي هو الحراق ده، بس عشان ايه ما بحطوش دلوقتي مع البصل عشان ما يمررش. يعني ده توم على فلفل رومي على فلفل حراق. ده بقيه البصل اهو، بس نحطه اهو اهو. هنصفر بقى البصلايه كده عشان ما اطولش عليكم، وارجع لكم تاني ما تصفر كده يا حبايبي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يا رب التصوير يكون عاجبكم. يعني بصوا تصفري بس كده
نبتدي بقى نحط معاها الفلفل اللي قلت لكم عليه والثوم اهو، عشان ما تحطوش من الاول ليه يمرر. طبعا السمنه والزيت انا بس عشان سايبه دايت اليومين دولت، كده كده الواحد تعبان وبياخد مضادات، بس انا بقلل يعني كده كمان كتير. بس بقى هي خربانه بقى يا معلم، ان الواحد ايه تعبان. يا دوبك بس ريحتها هتطلع كده، ريحه التوميه بالفلفل الاخضر والفلفل العادي ده، هتاكلوا احلى تسبيك. ريحتها بس تطلع تشويحه كده حلوه. وهنحط الطماطم دلوقتي معانا. هنبتدي بقى نحط القوطه كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. بحط بقى ايه ملح بس، شويه ملح قبل ما نظبطه في الاخر يعني مؤقتا كده. معلقه الخشب دي جميله قوي، اختراع بتسهل اهي. شايفين التسبيكه وحلاوتها، ريحتها والله تجيب اخر الشارع. عيالي بيبقوا جايين من بره من تحت من عتبه البيت من البوابه من تحت وانا في الخارج، يقولوا والله يا ماما شامين ريحه الاكل من تحت تجنن. اهي يا حبايبي هتعلي عليها بقى تتسبك، واول ما تحس انها قربت بقى عشان ما تشيطش منك هتنشف بتوطي عليها. وارجع لكم ان شاء الله نشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي رجعت لكم. عايزه اقول لكم كنت بعمل الصبح والله، سبت الحاجه رحت عند الدكتور الحمد لله. كنت شايله ضرس، وفي واحد كنت بيحشيهولي قال لي لسه ملتهب، عملهولي مؤقت تاني وقال لي تعالي ان شاء الله يوم السبت. ربنا يعني يشفي كل عيان يا رب. انتوا عارفين ان تعبهم بيبقى وحش قوي. الحمد لله. معانا ميه اهي عشان نحط فيها ورق اللفت وورق الخاص. بسم الله ما شاء الله اهو، شايفين عشان بس الكاميرا اهو كنت غسلاه. هنبتدي نحط شويه، يعني تحطي بقى ايه ما تكتريش قوي يعني. بصي تطلعيه بقى على ميه ساقعه. انا حبيت اوريكم بس عشان في ناس ما بتعرفش تسلقه، مش هو ما بيسلقش يعني بتدبغيه شويه. معانا بتعمليه كده، بتحطيه في ميه سخنه يغير لونه بس، وبعد بتجيبي بقى ميه ساقعه تنشيليه فيها على طول. ميه ساقعه كده عشان تطلعي، عشان توقفي عمليه ان هو يتنيه ايه في السخن ويتهري منك. لا احنا عايزينه ماسك نفسه زي الكرنب شويه. عايزه اقول لكم بس ايه، حتى ملح برضو زي سليق كرنب وكل حاجه، بس تغسلي الورق حلو قوي، ورق اللفت ده ورق الخاص، علشان برضو بيبقى عامل زي ايه بيبقى كله طينه. معلش بقى انا مش مركزه معلش. الحمد لله اهو. يا دوبك بس الورقه بصوا تدبل كده، ما تخلوهاش يعني ايه تتهري منكم، عشان تيجي تلفيها تبقى حلوه وسهله عليكي. حطي شويه بشويه بقى كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهو. انت عارفه بقى انا كنت عامله لكم فيديو قبل كده ان انت اللهم صل على النبي اهو. بصوا جيب بقى الميه الساقعه اهي من الحنفيه يعني، وتسقطي على طول كده اهو، عشان نحط ايه شويه تانيين كده بقى. شلنا تحطي ورق تاني، بتحطي ورق اللفت الاول بعدين تحطي ورق الخاص اهو. وبس عشان الورق ايه ما يبقاش هايش وتعرفي تلفيه. انا حبيت اوريكم لما انت بقى بعينه في الفريزر عندي ما بيكون كتير، بعينه بقى يعني مش بغسله، بعينه بحاله. كنت قايله لكم في فيديو قبل كده، خشوا شوفوا الفيديوهات والله هتستفادوا قوي. بدخله بقى ايه في الفريزر في كيس من غير ما يتغسل، برصه على بعضه زي ورق العنب كده بيطلع، بغسله بس عشان التلاجة بتبقى عامله كانها ايه اتحط في ميه سخنه اتدبل، فما بيحتاجش يتحط تاني. نخلص الكميه بقى عشان ما اطولش عليكم اهي. يا دوبك بس بص الورقه بتبقى عامله ازاي اهي، وفي ميه بقى ايه من الحنفيه ساقعه تحطيها. بعد ما اخلص هرجع لكم بقى نشوف هنعمل ايه تاني. كده بقى معانا القوطه اهي، انا ناقصاها تملي عشان اشوف لو احتجت احط تاني.
ومعانا بقى الفلفل والكمون، التوابل اللي انت بتحبيها طبعا بتحطيها في المحشي. دي مثلا الكمون، كتري الكمون طبعا. فلفل اسمر انا بحط في الغطا كده بالبركه. شطه مش عشان مكتره الفلفل. ربنا يستر. شويه ملح ابيض برضو قبل ما ندوقه. كده معانا بقى شويه برضو زعتر كده، وحطينا الكزبره بس انتوا ما شفتوهاش. كده بقى تقلبيهم من الاول في القوطه كده. نبتدي بقى نحط الرز مع بعض كده يا حبايبي اهو. بس القوطه طبعا عشان انا طفيت عليها ورحت عند الدكتور، هي كانت سخنه اهي. هنجيب الخضره مع بعض كده يا حبايبي. شايفين القوطه اهي بقت حمرا وجميله اهي. وما بيفيد بقى معايا شويه بحطهم في الفريزر في كيس ولا حاجه، بحتاجهم مثلا في قوطه ولا حاجه اهي. والخضره بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحب اكتر الخضره بتاعته، ولو فات حاجه برضو بعينها يعني. المهم بقى تقلبي الحاجه كويس. عايزاكم بقى اشوف جمال بقى التسبيكه دي وبقى والخضره بسم الله ما شاء الله. تنفع بقى في الممبار بقى، محشي البتنجان الكوسه دي لاي حاجه اهي. هفضيها بقى في الصينيه وتعالوا نحشي مع بعض بقى عسل كده يا حبايبي اهو. قعدنا بقى على الارض عشان انا تعبانه زي ما انتم عارفين، وكمان الواحد يعني بيحشي على الارض احسن اهو. الصبح تخلي الخشنه ايه جوه. تحط شويه رز بقى اهو. شايفين بقى شكل الصبع اهو يا حبايبي اهو. في ورق خس وفي ورق لفت. بحاول بقى ايه اطعم ده على ده شويه اهو اهي اهو. الصبع اهو زي ما انتوا شايفين. ما بحبش بقى الناس اللي بتحشيه على بعضه ده وتعملوا تقصوا بقى ولا تقطعوا بالسكينه، عشان الصبع يبقى جامد وماسك نفسه كده كده يا حبايبي. بالمنظر ده اهو. هو سهل خالص بس انا ايه يعني حبيت اوريكم اهو. بصوا بعمل ايه بقى اهو. ممكن بحطه على الصينيه بس انا بنضفه كده زي ما انتم شايفين. بقطع الحتت دي وبخلي الخشنه جوه. تحط الرز بقى زي ما انت عايزه كده اهو. تبرميه عادي زي محشي الكرنب بالظبط اهو. اوريك واحده كمان كده يا حبيبتي اهو. سهل كمان عن ورق الكرنب اهو. ممكن بعمل فكره تانية برضو يعني. انا بس منضفه قدام اهو. باين يا تسنيم عندهم. تسنيم بتفرد لي الورق كده اهو. ساعات احط هنا كده عشان اخلص وبعدين الفه بقى كده يا حبايبي. بعد ما خلصنا بالشكل ده وفي شويه رز بقوا، عملنا الفلفلتين دول اهو. انا محضره الشوربه بتاعتي بقى. بتبتدي تسقيه كده بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تكون مغليه الشوربه عشان ما تاخدش وقت على طول وانت بتحطي على النار. بص بعد ما تعملي كده تهزي الحله عشان الشوربه تنزل تحت، بعدين تكمليها بقى عادي. شيء ميه بس كده بس. هتعلي عليه بقى واول ما يتشرب تكون معايا كده اهو. نبتدي نحط بقى هناك كده على العين ورا اهو. اعلى نار بقى عندك بس كده اهو. نغطيه بقى كده يا حبايبي. بعد ما نزلناه من على النار بالشكل الحلو ده هنشوف بقى نفضيه مع بعض دلوقتي. طلع الفلفل ده الاول كده بسم الله الرحمن الرحيم كده. مستوي وجميل اهو.
الحله دي بقى ناخدها نهزها. جوعت العيال معلش. بصوا بقى كده تهزيها كده تبقى اسهل ما تفرغي بالمعلقه. طبعا انتوا اشطر مني وعارفين. شايفين لما تهز بقى؟ شايفين الصوابع؟ الصلاة على النبي، ولا شيط ولا اي حاجه، زي الجمال اهو. شايفين يا حبايبي؟ يلا تعالوا كلوا معانا بقى. متنسونوش في اللايك والاشتراك. يا رب افكاري تكون بتعجبكم وطريقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.